نصور التدريب، لان هذوك الاشخاص اللي في المختبر ما خلاونيش، وخصنا نحترموا القوانين ديالهم. قالوا بان ما نقدرش نصوروا لداخل، ولكن هنايا في هذا الفيديو غادي نوريكم العمليه كيفاش خصو يتعمل، وشنو لي زوبجيكتيف، يعني شنو هما الاهداف من هذه العمليه، كيفاش غادي نثبتوا هذه الفكره هذه باش نوقفوا نبينوا بان الجهاز فعلا كيوقف الالتهاب المزمن اللي كيسبب الرفض ديال الاعضاء. فهنايا كان الجسم ديال الانسان، يعني العروق ديالو، وبالخصوص الهدف هو اننا نحطوا الجهاز في هذا المكان، في هذه الجهه. يعني في هذه التجربه هذه الهدف هو اننا ندخلوا من العرق ديال الرجل، هذه الرجل اليسريه وهذه اليمنيه. الا شفتوا من وجهه النظر ديال هذا المريض هذا، يعني هذا اليمين وهذا اليسر، كنمشيو من واحد من العروق ديال الرجلين بواحد تيوب صغير، يعني بحال تيو صغير اللي كيكون الجهاز داخل فيه. كنطلعوا من هنا، كندخلوا من العرق ديال الرجل، ملي كنوصلوا لهذا النيفو هذا كنحطوا الجهاز هنايا. والهدف هو ان اي دم اللي كيهبط كيجي من القلب وكيتضخ وكيهبط، ان الجهاز اللي كيعمل لداخل هو انه كيوجه الخلايا الالتهابيه او بعض الكرويات البيضاء، كيوجههم لاتجاه واحد، اما الرجل اليمنيه او لليسر. فبالتالي الى قدرنا نتحكموا في هذوك الكرويات البيضاء، يعني الاتجاه ديالهم او الممر ديالهم، فهذه كتعني بان مثلا الى جبنا كلوه جديده او لا كلوه او لا كبده جديده، شي عضو جديد، اننا نقدروا نبعدوا هذوك الخلايات البيض على هذاك العرق اللي كيغذي مثلا الكلوه الجديده او اللي كيغذي الكبده الى اخره. فهو الفكره هنايا هو اننا غادي اننا نعطي واحد لانجيكسيون لهاد واحد الخنزير كبير اللي عنده 75 كيلو، وكنضربوا له واحد لانجيكسيون في الرجل اليمنيه، في الفخذ اليمنيه والفخذ اليسريه، باش نسببوا الالتهاب. من بعد ما كنعملوا هاد الانجيكسيون كندخلوا الجهاز ديالنا وكنحطوها في هاد المنطقه هذه. والجهاز الدور ديالو هو انه رغم انه كاين الالتهاب في اليمين وفي اليسر بنفس الدرجه ونفس التركيز، الجهاز الدور ديالو هو انه يحول هذوك الخلايات الكرويات البيضاء اللي كيسببوا الالتهاب اللي كيجريو في الدم، غادي يحولها لجهه واحده فقط، والجهه الاخرى خصها تكون اقل من العرق الاخرى. فهذه غادي تبين بان الجهاز فعلا كيتحكم في هذوك الكرويات البيضاء اللي كيجريو في الدم. فبالتالي هذه كتعني بان خصنا ناخذ عينات الدم من الرجل اليسريه وايضا من الرجل اليمنيه قبل ما نعملوا الجهاز، وغادي تبين بان الكرويات البيضاء كاملين غادي يكونوا بحال هنايا، ولكن مور ما كنعملوا هذا الجهاز هنايا كنوضعوها في بلاصتها. اللي خصنا نشوفوا هي بان واحد من العروق هذا الرجل، اما اليمين اما اليسريه او اليمنيه، خصو يكون عنده الكرويات البيضاء ناقصين مقارنه مع الاخر. هذه غادي تبين بان فعلا الجهاز كيتحكم في هذوك الكرويات البيضاء، وانه كيقلل نسبه الالتهاب. وكنعملوا واحد بحال التشريح من بعد هذه العمليه كامله، كنعملوا التشريح اللي كيبين يعني تحت المجهر واش فعلا يعني هذه المنطقه الالتهابيه اللي سببنا في الاول ديال العمليه واش اقل من الاخرى او لا، يعني واش هما بحال او لا، واش واحد نقص على الاخر. اذا كان كيبين ان واحد نقص على الاخر فهذه كتعني بان فعلا الجهاز كان عنده فعاليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم 5 من رمضان في السنه الهجريه 1446. اليوم 6 مارس 2025. فاليوم ان شاء الله غادي يكون التجربة على الجهاز الجديد اللي ان شاء الله سيستعمل على
نقل الأعضاء لإنهاء كل المشاكل بإذن الله تعالى اللي عنده أي علاقة بالرفض المناعي ضد أي عضو جديد، سواء كان كلى أو كلوة جديدة أو لا كبد أو قلب إن شاء الله تعالى. فاليوم يوم الفصل إن شاء الله، النصر من عند الله عز وجل قريب، وبقوة الله عز وجل وبجلاله إن شاء الله الله عز وجل غادي يكون معنا في كل لحظة وغادي ينصرنا في هذه المهمة هذه. ويوم كبير، وإن شاء الله هذه غادي تكون نصرة لجميع الأمة إن شاء الله تعالى. فكنبغي نشارك معكم هذه اللحظة هذه وأنا كنتمشى إلى المصير لا أعلم، قد ينتهي، يقدر يكمل مزيان، يقدر يكمل نوعا ما يعني بالفشل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا أن نتقبل القدر أينما كان. إذا كان ابتلاء فالحمد لله. جئنا تل هنايا تقريبا 50 ساعة في الحقيقة، تقريبا 50 ساعة السفر، ولكن يقدر يكون ابتلاء من عند الله عز وجل، فالحمد لله احنا قابلين عليها وراضين بإذن الله بأي نتيجة كانت. بغيت في هذه اللحظة هذه قبل ما ندخل وقاعة العملية نشكر كل المحسنين يستثمروا معنا في هذا المشروع وثقوا فينا بالأموال ديالهم، وإن شاء الله تعالى ربي غادي ينصرنا. إلى حد هذه الساعة هذا المشروع هذا ما استثمر معنا حتى شي مؤسسة أو جهة عمومية عموما، غير المحسنين اللي استثمروا معنا، فجزاهم الله خيرا. وإن شاء الله ربي غادي يوفقنا، يعني بهذه الإمكانيات المحدودة إن شاء الله غادي ننجزوا شي حاجة اللي حتى المؤسسات الكبارين في العالم كامل اللي كيدخلوا الملايير وعندهم يعني ميزانية كبيرة ما قدروش يعملوا، ولكن ربي معنا إن شاء الله ربي غادي ينصرنا. إلا كان معنا الله عز وجل ما محتاجين حتى شي حاجة أخرى.